توصل بيك الدرجه ان انت تطلع بعد ماتش عشان اتعادلت تطلع تتكلم وتقول ان احمد فتوح وعبد الله جمعه وهم جناح اي ظهيراه ايمن ايسر سوري لنادي الزمالك ان هم بيشربوا مخدرات ويتعاطوا الحشيش وفي نسوان ولا كورونا ولا قرف، ولما عرفوا ان في منشطات خدهم وجريوا، وتتهمهم اتهام ان هم في بيقولوا كده في القناه، بيقولوا انت في دمك دمهم فيه حشيش ونسوان وانا عارضهم للبيع. طب يا اخي اللي انت قاعد تقوله ده بعد ماتش التعادل، وهقول لكم هو قال ليه كده ليه، يعني ما انا اكتشفت بعد كده باخبار النهارده هقول لكم هو قال كده النهارده ليه. طب يا مؤمن يا راجل يا مؤمن، فرضا الكلام ده صحيح وانا لا اتوقع ان هو صحيح، تطلع تفضح الناس دي كده؟ هو عبد الله جمعه واحمد فتوح دول مالهمش اهل؟ هو عبد الله جمعه دول واحمد فتوح مالهمش ناس يسالوا عليهم؟ هو عبد الله جمعه واحمد فتوح مالهمش جمهور بيحبهم؟ احمد فتوح ده هو ظهير ايسر المنتخب المصري، يعني اسمه معروف في افريقيا واسمه معروف في بعض العالم. يعني احمد فتوح اللي انت بتتكلم عليه وبتقول ان هو بيشرب مخدرات ده وان هو في دمه حشيش ونسوان بتقول كده، ده ظهير ايسر منتخب مصر. انت بتعمل ايه؟ هو انت الولا عشان بيتفاوض معاك او بيتكلم معاك في فلوس او بيتكلم معاك في تفاوض معاك او بيتكلم تطلع دول انه بيشرب حشيش وان هو هرب من المستشفيات عشان الدم اللي بيشرب فيه حشيش؟ هو ده اسمه كلام؟ ولا عشان زي ما بيتقال متخانق مع ابنك تطلع تقول بيشرب حشيش هو وعبد الله جمعه؟ طب ما عبد الله جمعه ما هو راح برضه منتخب مصر، انت عارف انت بتقول ايه؟ انت عارف انت عملت ايه؟ ضربت بعرض الحائط اهل وناس وعيله احمد فتوح واهل وناس وعيله عبد الله جمعه، وتطلع عليهم سمعه ان هم بيشربوا مخدرات وبيمشوا مع نسوان. كل ده عشان ماتش اتعادلت فيه مع اسوان، وتعمل غلوشه عشان مفيش حد يجي لك ويقول لك ان انت السبب وان انت رئيس النادي وان انت رئيس نادي فاشل وان انت مش عارف تمشي المنظومه، تتهم ناس بالدرجه دي. بغض يا سيدي لو فرضا ان الكلام ده صح، انت ازاي تفضح الناس دي كده؟ ازاي تقول على الناس دي كده؟ فين اهل الناس؟ فكرتش في ابوه وفي امه في اخواته في كل واحد فيهم في عيلته في ناسه في جمهورهم اللي بيحبهم؟ ده بتكلم كإنسانيا، انت فين انت؟ والله طب ما انا اهلاوي يا جماعه، طب انا المفروض ابقى مبسوط ان هو بيقول كده على لعيبته، لكن انا اقسم بالله العظيم ما انا مبسوط. انت يعني ده بني ادم في الاول وفي الاخر، انت ليه تتكلم عنه كده؟ ليه تقول عنه كده؟ انت صاحي؟ هو انت اي حد يبقى ضدك تطلع تهين اللي جايبينه؟ طلعت على محمود الخطيب حرامي ومزور ولا لا 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 وسوي اخواني وسيد عبد الحفيظ اخواني وولاد 60 في 70، اي حد ضدك كده؟ طب دول لعيبتك اللي هم انت رئيس النادي بتاعهم، تطلع تقول عليهم كده؟ انت صاحي؟ انت انا نفسي تشوفه وهو طالعين بيتكلم في القناه وبيقول لهم بيشربوا حشيش. شوف رد فعل الناس اللي كانت قاعده في القناه هزازين الرؤوس، رد فعل الناس اللي كانت قاعده في الاستوديو. ايه انت بتقوله ده؟ حشيش ونسوان في لعيبه كره؟ ده مبدئيا على الجانب الانساني في مصر. وانتوا يا جماعه ارائكم في التعليقات على الموضوع ده. طيب الموضوع التاني اللي عايز اتكلم فيه، انت دلوقتي كده رحت رامي الفضيحه في الدنيا عشان تغلوش وان انا رئيس نادي جامد وقوي، ولا اتكلمت بقى ولا عاقبت اللعيبه في الغرف المغلقه، ولا اتكلمت في حوار اسوان وحوار الفسيخ والرنجه اللي انت كنتوا عملتوه هناك، ولا حد جاب سيره ولا جبت سيره. طب معلش من باب اول ما جبت سيره شيكابالا ليه؟ انا ما بقولش ان هو لازم يجيب سيرته، بس ما جبت سيره شيكابالا ليه؟ ولا عشان شيكابالا ماشي معاك على الخط ورحت جايب يا عيني الناس اللي هم التانيه الغلابه دول فتوح وعبد الله جمعه وتشوه صورهم بالموضوع ده؟ وبغض النظر صح ولا غلط، انت ازاي تطلع تقول كده؟ ما فكرتش في اهله؟ يا عم سيبه واستغنى عنه وسيبه. لكن هو عشان مختلف معاك ولا بيتفاوض معاك في عقده ولا تعمل فيه كده؟ تطلع تقول عليه مخدرات وحشيش ونسوان؟ طيب تعالوا بقى شوفوا النقطه الثانيه، شوفوا المصيبه الثانيه اللي هو عاملها. هو بيعمل مصايب اصلا ومش في دماغه، هو اهم حاجه شكله ومنظره وكرسيه والناس اللي حواليه والحشه اللي عليه والمطبلاتيه اللي حواليه ترات. هو ده اهم حاجه عنده. انتوا عارفين يا جماعه كم حد تناول الخبر
كم شخص تناول الخبر بعد ما طلع قال ان فتوح وعبد الله جمعه بيشربوا حشيش وبيجيبوا نسوان؟ بصوا البرتغال، صحف البرتغال عشان فيريرا، عشان فيريرا ده برتغالي، صحف البرتغال كده. رئيس نادي الزمالك بيبص بكل الارقام بالصحف بالصور، رئيس نادي الزمالك يتهم لاعبيه بتعاطي الحشيش وان هم بيحضروا نسوان في النمسا، في اليونان. والاخبار ايه ده؟ انا الاخبار قاريها على ايه؟ على قناه العربيه، على قناه الجزيره، على سكاي نيوز، جاي على سكاي نيوز. انتوا فاهمين انا بقول ايه؟ ما طبعا مصيبه، لان نادي الزمالك نادي كبير، نادي ليه شعبيه وجماهيريه، فيطلع رئيس نادي يمثل كيان يطلع يقول لك انا لعيبتي بتشرب حشيش وبتجيب نسوان. ده انا بقول لك ايه، ده انا لو قاعد في مصطبه، لو قاعد في السوق بتكلم مع اصحابي مش هرزع الرزعه دي ولا هرمي الرميه دي ابدا. فانت متخيل سمعه مصر بقت عامله ازاي؟ ان في لعيبه في نادي كبير زي نادي الزمالك مع كل الاحترام والتقدير ليه ان هو بتشرب حشيش وبتجيب نسوان في النادي ده. طب احمد فتوح ده لما يجي له عرض، احمد فتوح ده انت فاكر بعد الكلمه اللي انت هتقولها ده من منصبك هيجي له عقد احتراف بره مثلا، يحترف مثلا في اوروبا؟ ولا هيقول الواد ده بتاع حشيش ونسوان ما ينفعش يكمل في اوروبا؟ عبد الله جمعه نفس الوضع، انت بتدمر مستقبلهم يعني يمضوا معاك، يتفاوضوا معاك، يتدمر مستقبل اللي جايبينهم. انت ازاي بتتكلم كده؟ ازاي بتقول كده؟ كل ده عشان الكرسي اللي انت قاعد عليه، وان انا ماليش دعوه يا جماعه، وان انا بعمل اللي عليا وبجيب لكم قطورات وباجر لكم اتوبيسات وباجر لكم كاريتات والدنيا جميله وحلوه، وتطلع تهبد الهبده الفظيعه الشنيعه اللي انت بتعملها دي. والله العظيم احمد فتوح، والله العظيم احمد فتوح وعبد الله جمعه اقسم بالله العظيم صعبانين عليا.